اهلا بيكم مره تانية في ايطاليان بروف. معكم مينا يوسف وانت بتتفرج على ايطاليان بروف. بون سالفا توتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي قوي قوي. للاسف الفتره اللي فاتت من شهر 9 الفتره اللي فاتت كم شهر فاتوا. للاسف تعبت شويه وجالي مشاكل على الاحبال الصوتيه. كنت ممنوع تماما من الكلام، يعني تولد شويه تولد شويه. العمليه كانت المفروض العمليه ابسط من كده بكتير، لكن خدت وقت طويل جدا على ما عملت العمليه، ووقت طويل اكتر على ما ابتديت استرجع صوتي واحده واحده. لغايه دلوقتي لسه مش 100%، بس بجد وحشتوني قوي قوي. وحبيت اشوفكم النهارده عشان نرجع تاني نكمل الحاجه اللي احنا ابتديناها، اذا كان الاونا، اذا كان الادوه، اذا كان البيون البيدوه الشيون الشيدوه، لغايه ما نوصل مع بعض لمستوى جامد في الايطالي. وهنكمل طبعا المودو دي ديره والامثله والاكسبريشن الموجود في الايطالي. يعني هيبقى في حاجات كتير قوي، بس للاسف الفتره دي مشغول قوي لناس كتير جدا، وطلبه عندي بالاخص عندهم مشكله ازاي يحسنوا في اللغه الايطاليه. يعني يمسكوا الجرامر شاطرين جدا، يعرفوا يحلوا عليه. في ناس عندها مشكله لسه هنحاول نحلها دي مع بعض، ان احنا نعمل مع بعض حل جرامر، نجيب قطع في ازمنه مختلفه ونحلها مع بعضينا. لكن ازاي اتحول من واحد بيفهم ايطالي لواحد بيتكلم ايطالي؟ طبعا دلوقتي الحمد لله في مصادر كتيره جدا موجوده على النت، في منها الصح ومنها الغلط. بس كله هيفيد الى حد ما. ممكن اشوف اسمع كتاب، ممكن اتكلم مع حد عن طريق شاتنج معين. بس خلينا ناخد واحده واحده. انا لو بسمع قد ايه ايطالي في حياتي او في يومي، انا عندي الحاجه اللي هي بتبقى الاربترو بتاعي او الحكم بتاعي، او اللي هو بيقول لي صح ولا غلط الكلام اللي انا بقوله، هي ودني. ما ينفعش اقرا بعيني، ما ينفعش اقرا بعيني فقط. يعني ايه؟ انا محتاج القرايه عشان تظبط لي الجرامر اكتر، تظبط لي البريبوزيسيوني اكتر، تعلمني ازاي اقول بعض الحاجات بطريقه سهله من اللي انا عارفها. ان في ناس عارفه حاجات كتير، بس عشان تقول حاجه بتلف وتدور كتير قوي، مع انها في الايطالي ممكن تقولها بكلمتين بثلاثه بجمله صغيره. ازاي اقدر اقول كده؟ لازم اقرا كتير بعيني وودني. يعني ايه اقرا بصوت يسمع ودني؟ اقرا بصوت يسمع ودني دي اول حاجه. لازم leggo ad alta voce، devo leggere ad alta voce. وبعدين في حياتنا اليوميه في مصر بالذات، او في الدوله العربيه بس بالاخص في مصر، نص حياتنا في المواصلات، او نص حياتنا في العربيه، او نص حياتنا عامه ضايع بين طوابير وبين مواصلات وبين انتظار. لازم استغل الحاجه دي. استغلها ازاي؟ اسمع 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 اسمع. اسمع ايه؟ اسمع راديو، اسمع بروكاست ايطالي، اسمع انترفيستا ايطالي، اسمع دوكيومنتاريو ايطالي. دلوقتي احنا معانا السمارت فون في كميه سورسز رهيبه، ممكن اخد منها اللي انا عايزه. زمان على ايامي، انا قديم شويه، اتعلمت في 99 الايطالي تقريبا، ما كانش في كل الحاجات دي، ما كانش في اصلا سمارت فون. عشان اوصل لحاجه ايطالي، انا فاكر لغايه دلوقتي اول فيلم اتفرجت عليه هو كان هاري بوتر اول جزء، وعرفت اجيب الشريط بتاعه، شريط مدبلج بالايطالي. الفيلم ده كنت حافظه عن ميموريا، كنت حافظه حرفيا من كتر ما اتفرجت عليه. اصلا في كلام غريب وكلام مش هيفيد، بس عودت ودني انها تسمع ايطالي. دلوقتي انتوا تقدروا تتفرجوا على حاجات كتير مفيده ليكم، معلومات عامه، دوكيومنتاري عن مصر، عن ايطاليا، حاجات كتير قوي. كميه الناس اللي بتتكلم اسمعوا منها. افلام، بصوا يعني مش هقول لكم قد ايه، بتقول خد وهات، يعني هات اتفرج. انا هبعت لكم كام سايت هحطوه تحت الفيديو، اتفرجوا كل الافلام اللي انتوا حابينها اتفرجوا عليها. يبقى انا قلت كده لازم اقرا كتاب
مش شرط اقرا كتير في اليوم، اقرا شويه، اجهز، احدد لي 10 دقائق حتى قرايه، امسكها اقرا في اسبوع، في اسبوعين، في 3، وموجود كتير. واحط لكم برضه لينك لبعض الكتب موجوده، تنزلوا تسمعوها. وفي كمان الاوديو بتاعها، في كمان حد بيقراها بصوته، فدي كمان بتساعد اكتر. لو انا مش عارف اقرا، اسمع وبعد كده اقرا. اسمع راديو كتير، اتفرج على اي فيديو، او مش فيديو، فيلم انا حبه. يعني انا بحب مثلا سبايدر مان، بحب مثلا كني شو سنتي فيلم، يعني سبايدر مان، فاست اند فيريوس، كل الحاجات دي موجوده بالايطالي. في افلام كرتون موجوده بالايطالي في السايتس اللي انت هتشوفها تحت الفيديو. امسك الفيلم، اتفرج عليه كله بالايطالي. هو بالايطالي، اسمع. بس اول حاجه تكون حاطط هيدفون في جيب في ودنك، انك تسمع كويس، تركز في الكلمات. اول مره ممكن ما تفهمش حاجه، تاني مره هتفهم اكتر، تالت مره هتفهم اكتر واكتر. امسك فيلم لمده اسبوع، ما تسيبوش، فصصه. تالت حاجه، ودي مهمه جدا جدا، اللي بتعمل كونكشن بين عقلي وبين بقي. يعني بتمسك العقل، الودن، البق. انا دلوقتي الحمد لله معايا كله مع السمارت فون، حتى اللي معهوش سمارت فون معاه تليفون بيسجل. اسجل لنفسي انا عملت ايه النهارده، عملت ايه النهارده. النهارده مثلا sono andato al lavoro, sono andato a fare colazione con i miei amici, ho incontrato la mia fidanzata, che ne so, sono uscito con i miei amici, sono andato in palestra, mi sono allenato tanto, mi sono divertito. اي حاجه، اي حاجه. في الاول هتعمل جمل متقطعه عباره عن اكشن، ماشي، مفيش اي مشكله. بعد كده تبتدي تجمعها، وسائل اللي هي تجميع الجمل بينهم، ربط الجمل بينهم وبين بعض. تسجل الساوند او الفويس، يبقى دقيقه دقيقتين بالكتير. بعد كده تسمعه تاني، وتطلع انت لنفسك الاخطاء اللي انت عملتها. تمام. بعد ما طلعت الاخطاء اللي انت عملتها دي، تحسنها في الفويس اللي بعده. تاني يوم حابب تعمله بالليل، زي ما انت حابب. اهم حاجه ابتدي اتكلم بسرعه. اللي انا عايز اقوله، اللي انا جوايا بالعربي، عايز اطلعه بالايطالي من غير ما افكر كتير. اول مره هتكون صعبه وهتزهق، تاني مره هتكون صعبه وهتزهق. بعد شويه تلاقي نفسك بقيت فرحان ومبسوط اللي انت بتطلع كل اللي جواك بالايطالي. وهيبتدي استوعاب اللي انا ما ترجمش من العربي للايطالي، انا هطلع ايطالي على طول. وده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا قلنا لازم اقرا بصوت عالي، لازم اسمع في وقت الميت، اذا كان اغاني، اذا كان الراديو، اذا كان دوكيومنتاري، اذا كان برودكاست، اي حاجه. تالت حاجه، امسك فيلم افصصه وانا قاعد فاضي كده مأنتخ، امسك فيلم بالهيدفون واسمعه مره واثنين وثلاثه واربعه. تالت مره، رابع حاجه، لازم اسجل لنفسي كل يوم انا عملت فيه ايه، واسمعه تاني واطلع الاخطاء. العمليه دي مش هتاخد منها 5 دقائق. 5 دقائق في اليوم ممكن تعلمك حاجات كتير قوي. ممكن تخليك تتكلم بسرعه رهيبه في الايطالي، وتطلع كل اللي جواك بالايطالي. هيبقى فيه اخطاء، طبيعي هيبقى فيه اخطاء. الطلاينه بيخطئوا، ما بالك الناس اللي مش من الاصل. احنا ممكن نبقى اشطر كمان منهم. تاني حاجه الجرامر. شوف انت حابب تتفرج على انهي قناه على اليوتيوب. في كتير جدا، في طلاينه وفي اجانب، في مصريين، في عرب عامه. بس بعد اذنك اختار حد موثوق فيه، اختار حد عنده باك جراوند كويس محترم، بيدي معلومات محترمه، مش بيدي معلومات وخلاص. معلومات موجوده على كل حته، ممكن اجيب لك كتاب فيه معلومات. بس شوف انت مرتاح مع مين واتفرج عليه، بغض النظر بقى هو ايه. بس حاول تتاكد اللي هو انسان، شخص يثق فيه. مش شرط ايطالي يبقى شاطر، خلي بالكم الطلاينه مش كلهم شاطرين في الايطالي، مش زي كل العرب شاطرين في اللغه العربيه. انا ما اقدرش ادرس لك لغه عربيه، هبوظها لك. ليه؟ عشان انا مش شغلتي ومش تدريسي ومش دراستي، ما عنديش خبره فيها، فما اقدرش افيدك. تمام. ممكن اعلمك العربي بتاع الشارع اللي احنا بنتكلمه، لكن انا اكلمك لغه عربيه صعبه. فركز، هتلاقي نفسك في تحسن كتير. اكتب لي لو انت محتاج حاجه معينه، اللي حابب يكتب لي تحت. لو عندكم اي مساءلات اسالوني. انا خلاص رجعت، هبتدي ارجع تاني في الفيديوهات بتاعتنا، وابتدي اركز قوي ان شاء الله الفتره الجايه، بحيث نوصل مع بعض لمستوى محترم جدا. وحشتوني جدا،
استنوني الفيديو الجاي واريفيدرتشي.